بتبتدي قصة فيلمنا في المستقبل عام 2029 في لوس أنجلوس، وسيدة بتتكلم إن 3 مليار من البشر ماتوا عام 1997، واللي نجي من القنبلة النووية سموا الحرب ديت بيوم الحساب. لكن واجهوا كابوس جديد، وهو الحرب ضد الآلات، والكمبيوتر اللي كان بيتحكم في الآلات ديت اسمه سكاي نت. تم إرسال 2 من المدمرين إلى الماضي مهمتهم تدمير قائد المقاومة البشرية جون كونر، والمدمر الأول كان متبرمج لقتل أنا أم جون في عام 1984 قبل ولادة جون، وفشل. أما التاني فأرسل للقضاء على جون نفسه وهو طفل، والمقاومة بعثت محارب وحيد لحماية جون. بس السؤال، مين اللي هيوصل الأول؟ وبينزل المدمر اللي كان مكلف بحماية جون وهو أرنولد، وبيكون عايز دراجة بخارية وملابس، وبيدخل ملهى ليلي لغاية ما بيلاقي راجل لابس لبس مناسب ليه، وبيطلب منه ملابسه وحذائه ودراجته البخارية. فالراجل بيطفي السيجارة على جسم أرنولد، فأرنولد بيكسر إيديه وبيحدفه بعيد، وبياخد هدومه ومفتاح الدراجة وبيركب الموتوسيكل. وبينزل المدمر التاني، وظابط شرطة بيشوف ايه سبب الفتحة اللي في سلك احد الاسوار، وبيهجم عليه المدمر التاني، وبياخد هدوم الشرطي وسيارته، وبيدور على جون كونر في محرك بحث السيارة. وده جون كونر، وديت امه وابوه بالتبني. وفي مستشفى للعلاج النفسي محبوسة سارة كونر ام جون، وبتكون سيدة قوية، والدكتور بيقول ان سارة كونر بتؤمن بوجود آلة تسمى المدمر ومثل البشر، واتبعتت من المستقبل عشان تقتلها. والمدمر التاني بيروح بيت جون وبيسأل أبوه وأمه بالتبني، وبيطلب منهم صورة، وبيعرف منهم إن في راجل ضخم جه وسأل عليه برضه. وصاحب جون بيشوف صورة أم جون وبيقول له هي في المستشفى. وده دايسون عالم في الإلكترونيات في شركة سكاي نت، بيدخل مكان سري بيشوف شريحة المدمر واحد بتاع الجزء الأول ودراع المدمر واحد. وأرنولد وهو بيتجول بيشوف جون على الموتوسيكل بتاعه، فبيغير اتجاهه، وفي نفس الوقت المدمر التاني بيسأل عليه. وأرنولد بيوصل لموتوسيكل جون، وجون وصاحبه بيلعبوا فيديو جيم، والاتنين المدمرين بيوصلوا لنفس المكان. والمدمر التاني بيسأل صاحب جون على جون في الصورة، لكن صاحبه بينكر، وبيجري صاحبه على جون ويقول له اهرب بسرعة. وبيشوف المدمر التاني، لكن واحد بيشاور عليه، وبيجري جون والمدمر التاني بيجري وراه. وفي نفس الوقت أرنولد بيدخل من ناحية تانية وبيتقابل مع جون والمدمر التاني، وأرنولد بيطلع البندقية بتاعته من بوكيه الورد، والمدمر التاني بيطلع المسدس وبيضربوا في بعض بالرصاص. وأرنولد بيحمي جون وبيهربوا، والمدمر التاني بيسقط على الأرض من الرصاص، لكن ما بيتأثرش فيه ضرب النار، وبيقوم وبيمسكوا في بعض وبيكسروا الحيطان، وبيهرب جون بدراجته. والمدمر التاني بيجري وراه بسرعة جدا، وبعدها بيركب شاحنة كبيرة عشان يلحق جون، لغاية ما بيلحقوا أرنولد وبيجوا قدام الشاحنة، وبينقل جون للموتوسيكل بتاعه، وبيضرب كاوتش الشاحنة لغاية ما الشاحنة بتعمل حادثة، وبيضرب كمان طلقة في تانك البنزين والشاحنة بتنفجر. لكن المدمر التاني بينزل بدون أي تأثير، وأرنولد بيفهم جون إن هو عبارة عن أنسجة حية على هيكل حديدي، ومهمته هي حمايته. وجون بيسأله مين بعتك؟ فبيقول له أنت، بعد 35 سنة. وبيكمل إن المدمر التاني متطور عنه وعبارة عن معدن سايل. وجون بيقول إن ماما كانت صح وأنا ما صدقتهاش. فجون بيطلب منه إنه يهرب أمه من المستشفى، والمدمر التاني بيروح المستشفى وبيسأل ممرضة على سارة كونر، فبيلاقي ناس جاية فبيختفي في البلاط. والممرضة بتستغرب، وبيظهر وبيتشكل من البلاط بنفس شكل شرطي تاني، وبيخلص عليه عشان يتجول في المستشفى براحته. وبتقدر سارة تهرب من أوضتها، وبيتجول المدمر التاني عشان يلاقي سارة، وسارة بتهجم على الدكتور عشان يهربها بالعافية. وبيوصل أرنولد وجون بيطلب من أرنولد بعدم قتل أي حد، وسارة بتكون حاطة حقنة في رقبة الدكتور عشان الممرضين والشرطة يفتحوا الباب وتهرب. وسارة بتقدر تهرب منهم، لكن فجأة بتشوف أرنولد، وبيكون نفس الرجل الآلي أو المدمر في الجزء الأول، فبتنهار من الرعب وبتقع من الصدمة وبتجري منه. لكن جون بينده عليها، وأرنولد بينقذها من الممرضين والشرطة، وجون بيفهمها إنه جاي عشان يحميه. والمدمر التاني بيجتاز الحديد عادي وبيكون شايفهم وبيجري وراهم، وهم بيكونوا راكبين عربية لكن ما بيلحقهمش. وسارة وجون وأرنولد بيروحوا لصديق سارة، وبتطلب من صديقها عربية وسلاح وهدوم،
وبينزل ارنولد مع جون وبيجيبوا سلاح كتير جدا، وسارة بتسيبهم وتمشي لوحدها، وجون بيزعل منها ويؤمر ارنولد انهم يتحركوا وراها عشان اكيد هتقتل العالم دايسون. وبتوصل سارة لمنزل العالم دايسون وبيكون شغال على الكمبيوتر بتاعه، وابنه بيخبطه بعربية لعبة فبيوطي، وفي نفس اللحظة سارة بتضرب بالرصاص وبيجي في الكمبيوتر وبتضرب عدة طلقات، وبيكون هو وأسرته مرعوبين. وبتقتحم سارة المنزل وتقول لدايسون كل دي غلطتك، فبيسألها على ايه غلطي، وتقول له مش هخليك تعملها. وبعدها ما بتقدرش تموته وبتبكي وبتقعد على جنب، ومراته وابنه بيحضنوه. وبيوصل ارنولد وجون، وارنولد بيقول له انت مسؤول عن موت 30 مليار من البشر. ودايسون بيرد انتوا بتحاسبوني على حاجة ما عملتهاش. فسارة بتقول له في قبلك علماء عملوا القنبلة الهيدروجينية. وبيقول لهم خلاص انا هسيب الشركة خالص. فسارة تقول له مش كفاية، ما ينفعش حد يكمل مكانك برضو. فبيرد خلاص لازم ندمر الملفات والأقراص المرنة. وأرنولد بيقول له والشريحة بتاعة المدمر الأول. فدايسون بيقول له موجودة. فسارة بتقلق، ودايسون بيقول الشريحة ديت ادتنا أفكار جديدة. فبيسألوه هينفع تدخلنا؟ فبيقول أيوة، وفعلا بيروحوا المختبر. ودايسون بيقول للشرطي أصدقاء من الخارج جايين زيارة وفي جولة. فالشرطي بيرفض، فارنولد بيرفع السلاح وبيكتفوه وبيحطوه في غرفة. وزميله لما بيمر بيلاقيه متكتف، فمباشرة بيضرب سرينة الانذار. ودايسون ما بيعرفش يدخل غرفة الشريحة وبيقول عشان الانذار. والشرطي بيطلب الشرطة والدعم، وارنولد بيقتحم باب الملفات بطريقته وبيدخلوا. وفي نفس الوقت المدمر التاني بيسمع بأخبار سارة كونر في سيارة الشرطة إنها في المختبر، وقوات الشرطة بتوصل لقدام المختبر، وكمان طيارة هليكوبتر. وجون بيقدر يجيب مفتاح الباب الخاص بالشريحة. وجون بيشوف الطيارة الهليكوبتر والشرطة فبيجري ويبلغهم. وبيطلع أرنولد عشان يخلص عليهم، وجون يقول له انت أقسمت ما تقتلش حد. وبيطلع أرنولد وبيضرب في العربيات فقط، وكل الشرطة بتهرب والعربيات بتنفجر. وبيظهر في شاشته ان مفيش اي ضحايا، لكن بيضربوه من الخلف. وبيدخل دايسون وجون الغرفة السرية وبياخدوا الشريحة ودراع المدمر الاول. وبيدخل وبيتوغل رجال الشرطة المختبر وبيخلصوا على دايسون. وارنولد بينقذ سارة وبيركبوا الاسانسير، وبيطلع لوحده لما بيوقف الاسانسير وبيلاقي كمين من الشرطة. فبيروح لغاية عندهم ويفضلوا يضربوه في وشه وفي جسمه، وبيضربهم بالرصاص في رجليهم. وبيطلع بره المختبر وبيضرب رجال الشرطة اللي بره بالغاز المسيل للدموع. وبيركب عربية مصفحة وبيدخل بيها على المختبر، وبيركب سارة وجون من الخلف. وبيدخل المدمر التاني المختبر بالموتوسيكل وبينط بالموتوسيكل في الطيارة وبيتشعبط في الطيارة وبيجبر الطيار انه يقفز. وسارة بتقول في طيارة ورانا، فبيقول لها ارنولد ده المدمر. وسارة بتضرب على الطيارة نار لكن بدون اي تأثير، وهو كمان بيتبادل معاها بضرب النار. وسارة بتتصاب في رجليها، وارنولد بيفرمل فجأة فالطيارة بتتصدم بالعربية المصفحة والطيارة بتولع والسيارة كمان بتتقلب. والمدمر التاني بيخلص على سائق شاحنة كبيرة وبيركبها، وفي نفس الوقت ارنولد وسارة وجون بيركبوا عربية صغيرة والشاحنة بتزنق عليهم. وارنولد بيقول لجون يسوق هو، وبيطلع على السيارة من فوق، وبعدها بينط على الشاحنة وبيضرب المدمر التاني كذا طلقة، وبيشد الشاحنة لغاية ما بيقلبها، والشاحنة بتزحف لغاية ما بتنفجر وبتكون مليانة بغاز تجميد بيجمد المدمر التاني. وكل ما يمشي يتكسر لغاية ما يتفتت لما أرنولد بيضربه بطلقة، لكن للأسف ده مصنع حديد وصلب ووهج النار كتير فأكيد التلج هيسيح. وفعلا المدمر التاني بيبتدي يتجمع تاني، وأرنولد يقول لجون اهرب انت وسارة. وبيهجم المدمر التاني على أرنولد وبيضربوا في بعض، لكن المدمر بيتغلب على أرنولد وبيزنق دراعه في ترس مكنة عملاقة. وسارة بتنزل جون بالسلسلة لمكان تحت عشان يبقى في أمان، والمدمر التاني بيوصل لها وسارة بتضربه في عينيه، لكن بترجع تاني ويضربها في كتفها ويطلب منها تنده على جون، وكان هيضربها في عينيها لكن أرنولد بيلحقها وبيضرب المدمر في جنبه، ولكن برضه بدون تأثير. وبيضرب أرنولد وبيخبطوا كذا مرة بقضيب حديد وبيضربوا بعدها بسيخ حديد بيعدي من ظهره لبطنه. وساعتها عين أرنولد بتطفي
وبيتوقف عن الحركة تماما، وجون برضو بيهرب من غير سارة، وأرنولد بيفوق تاني وبيشد السيخ من جسمه وبيمسك سلاحه قاذف القنابل. وسارة بتكون تعبانة وبتنده على جون، وجون بيقرب عليها لكن ما بتكونش أمه، بيكون المدمر التاني، وأمه الحقيقية بتكون وراه وبتضربه وبيظهر على شكله الحقيقي، وبتفضل تضرب في المدمر لكن بدون تأثير. لكن بيجي أرنولد وبيضرب قنبلة فبتدخل في المدمر التاني وبعدها بتنفجر وبيسقط المدمر التاني في النار. وأرنولد يقول لجون تخلص من اليد الآلية والشريحة، وجون بيرميهم وبعدها بيقول في شريحة ناقصة. فسارة بتسأله فين، فبيشاور على دماغه، فجون بيبكي ويقول له ما تسيبنيش، فبيقول له انا دلوقتي عرفت ليه بتبكي. وجون بيحضنه وسارة بتسلم على أرنولد وبينزل بالسلسلة في النار الملتهبة. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.